وبنكمل احداث الجزء الثالث من سلسله جون ويك وهو بيحاول يهرب مع الكلب بتاعه قبل ما الساعه توصل 6، ووقتها هتبدا تطارده جميع العصابات ويتنافسوا على قتله وياخدوا ال 14 مليون دولار. وبعدها بياخد جون تاكسي عشان يوصله في اسرع وقت لمكتبه نيويورك. وهما في الطريق بيلاحظ جون ان في زحمه في المرور، فطلب من السواق ياخد الكلب بتاعه ويوصله لفندق كونتيننتال مقابل بعض من العملات الذهبيه اللي معاه. وبيكمل جون طريقه باسرع سرعه للمكتبه وهو بيتابع الساعه عشان يقدر يتمكن ان هو يهرب من غير ما حد يطارده. ولما بيوصل بياخد عنوان الكتاب بتاعه وبيطلع الدور التاني وبياخد منه صورة مراته وصليب وبعض العملات. ووقتها قابله شخص عملاق اسمه أرنست علشان يقتله، لكن بيقول لجون ان لسه وقته مخلصش ومعاه فرصة. وبيرد عليه أرنست وبيقول له محدش يعرف امتى قتلتك ومش هتفرق معاهم. وبالفعل بيدخل معاه في مواجهة شرسة جدا وبيصيب جون بسكينة في كتفه، لكن برغم الإصابات جون بيقدر يتغلب عليه وبيقتله. وبنشوف باوري رئيس القتلة المتسلين بيطلب من المساعد بتاعه ينشر خبر بعدم مساعدته وتقديم أي خدمات لجون احترام لقرار المجلس. وقتها بيوصل جون للدكتور الصيني وبيعرفه انه لسه قدامه من الوقت 5 دقايق عشان يعالجه، وبيديله عملة ذهبية من العملات اللي معاه وبدأ ان هو يساعده ويخيط ليه الجرح. لكن بيخلص الوقت وبيعلن قسم الخدمات المالية بنبذ جون ويك وقتله. وبعدها بيكمل جون الخياطة لنفسه وبيعرفه الدكتور ياخد كبسولة من الأدوية اللي عنده وهتساعده يتحمل الألم، وطلب منه يضرب عليه نار عشان محدش يعرف انه ساعده ويقتلوه. وبيخرج جون وبيحاول ان هو يهرب، وفي نفس الوقت جميع العصابات بتوصل لهم رسائل بتنفيذ المهمة وقتله. وبيدخل جون ويك لمكان خاص بالأسلحة وتعارك مع أفراد العصابة في قتال شرس بينهم، وقدر ان هو يتخلص منهم ويكمل طريقه. لكن بتخبطه عربيات العصابة وبيهرب منهم جون لاسطبل حصنة، وبدأ يضرب فيهم واحد ورا التاني واستعان بحصان من الاسطبل عشان يساعده في الهروب. بسبب مهارة جون القتالية وانه قدر يتخلص من أغلبية أفراد العصابة، ضاعف ال 15 مليون دولار لأي شخص يقدر يقتله. وبعدها بيوصل جون لقاعة بيكون فيها مسرح ومعاه الصليب بتاعه، وبيتقابل مع رئيسة جماعة روسكا وبيطلب منها تساعده وتوصله الدار البيضاء مقابل التذكرة اللي معاه، وانها ملزمة بكافة حقوقه عشان هو من قبيلتها. وفعلا بتوافق انها تساعده وبتاخد منه الصليب، وبكده التذكرة اللي ما بينهم تكون انتهت. وبعدها بتوصل لفندق كونتيننتال وبنعرف انها الحكم، وبتطلب من موظف الاستقبال مقابلة وينستون. ولما بتتقابل معاه بتطلب منه تشوف جثة سانتينو وتعرفه انه سانتينو حاول يتحمل في الفندق لكن جون قتله، وانه ساعده يهرب من غير ما يقتله بسبب مخالفته للقوانين. بتعرفه ان المجلس حكم عليه بسحب اداره الفندق منه خلال 7 ايام، وهيتعين مدير تاني غيره. وبيكون وينستون متعصب ومتضايق لانه بقاله 40 سنه بيشتغل لصالح المجلس. وبعدها بتروح حكم المجلس رئيس جماعه البوري وبتعرفه انه كان سبب في هروب جون ومساعدته بسلاح عشان يقتل سانتينو، وطلبت منه انه يتنازل عن منصبه خلال 7 ايام. ولكن بيضحك باوري بسخريه ويقول لها انه مش هيتنازل ومحدش هيقدر ياخد منه منصبه. وبنروح للدار البيضاء وبيكون جون قدر ان هو يوصل، لكن وقتها بتطرده مجموعه من العصابه من القتله وبيتعارك معاهم جون، لكن بيتدخل شخص وبيوقف القتال. وبيعرف جون ان المديره في انتظاره وبيروح معاه للفرع الثاني من فندق كونتيننتال، وبيتقابل مع صوفيا لكنها بتضرب عليه النار ومش بتاثر جون عشان البدله ضد الرصاص. وبيعرفها انه ما ينفعش تقتله عشان علامه التميمه اللي بينهم. وبتوافق صوفيا تسمع لكلامه وبيطلب منها جون توصله برئيسها بإرادة علشان من خلاله هيقدر يوصل لرئيس المجلس. ورغم العواقب اللي هتقابلها صوفيا من إدارة المجلس بتوافق انها تساعده. وبعدها بتروح حكم المجلس لقاتل صيني طلبت منه يقدم ولاءه للمجلس عشان يقتل جون ويك، وبيوافق القاتل على كلامها وبيأكد انه في الخدمه. وبتروح العصابه الصينيه تتخلص من عصابه رئيسه جماعه روسكا، وبتتقابل معها الحكم وبتقول لها سبب غلطتها وعدم سماع قرار المجلس في مساعده جون ويك، وهتكفر عن ذنبها بالدم. وبتعنها القاتل الصيني بالسيف في ايديها. وبنروح لصوفيا وهي بتستعد مع كلابها الشرسة عشان تتحرك مع جون ويك لمكان برادة. ولما بيوصلوا بيعرفوا برادة انه انتهى قوانين المجلس وتخلى عن حياته بسبب تصرفاته. وبيقول له جون انه بيسعى للتكفير عن ذنبه ويدفع ثمن اخطائه، وعشان كده عاوز يتقابل مع رئيس المجلس. وبيوافق برادة لكن بيقول له صعب الوصول الزعيم عن طريق الصحراء، ولو قدر انه يقرب من مكانه وهو بيموت وقتها هينقذه. وقبل ما يمشي طلب برادة من صوفيا يحتفظ بالكلب بتاعها لكن بترفض، فبيضرب عليه النار لكن بتلاحظ ان الكلب ما تاثرش برصاصه عشان الحزام الواقي. وبتقرر تهاجمه هو وعصابته، وبيساعدها جون بعد مواجهه قتاليه عنيفه وتسيب برادة طلقه في رجليه. وبعدها بتحاول تساعد جون يهرب وبتستعين بكلابها الشرسه في مواجهه العصابه. وبعد ما بيتخلصوا منهم بتاخد عربيه من المكان عشان تقدر توصل جون للصحراء، وبيطلع جون علامته في التميمه وبيديها لصوفيا وبيودعها وبيمشي. وبعد معاناه في محاوله البحث عن مكان الزعيم في الصحراء بيفقد جون الوعي وبيغمى عليه من قله الميه. وبنروح لرئيس جماعه البوري وبيهجم على مكانه القاتل الصيني وبيقتل في رجالته واحد ورا التاني، وبتوصل حكم المجلس
وتقول لبوري نتيجه لمخالفه القوانين وانه ساعد جون بمسدس مزود ب7 طلقات هيكفر عن ذنبه ب7 طعنات. وبالفعل بيضربوا القاتل الصيني 7 طعنات. بنرجع تاني لجون وهو فاقد الوعي، وفي شخص اسمه زئير بياخده معاه على الجمل وبينقذه. ولما بيفوق جون على صوت غريب بيحاول يمسك سلاحه، لكن بيهديه الشخص اللي بيكلمه وبيعرفه انه رئيس المجلس، وبيقول له جون انه اصر يبحث عنه كل الطريق ده عشان يكفر عن ذنبه ويعيش حياته ويحيي ذكرى مراته. وبيوافق رئيس المجلس، لكن عشان يضمن ولاءه طلب منه يقتل وينستون صديقه عشان خالف القوانين. وبيتعاقد معاه جون على المهمه وبيوافق على التميمه الجديده من خلال قطع صباعه. بعدها بيرجع جون لنيويورك وبتكون في عصابه مستعده عشان تقتله، لكن بيساعدوه عصابه القاتل الصيني عشان يكمل طريقه. ولما بيتقابل معاه جون بيقتل واحد من رجالته وبيختفي، وبيروح يضرب بال العصابه اللي في انتظاره، وبيلاقي موتوسيكل بياخد واحد منهم وبيهرب لفندق كونتيننتال، ولكن بيطارده القاتل الصيني وبيحاول انه يقتله. ولكن وقتها بيكون جون وصل الفندق وبيطلب مسؤول التوظيف من القاتل الصيني يوقف الهجوم وينزل سلاحه منعا لمخالفه القوانين في الفندق. وبيدخل جون الفندق ومع القاتل الصيني بيقعد جنبه وبيصارحه انه كان متشوق عشان يقابله وانه من اشد معجبينه، لكن جون مش بيهتم لكلامه وبيكون مشغول مع الكلب بتاعه واللي بيكون بقاله فتره طويله غايب عنه. وبعدها بيروح جون يتقابل مع وينستون وبيعرفه انه رجع علشان ينفذ قرار المجلس وقدم ولاءه ليهم، لكن بيرد عليه وينستون وبيقول له ان المجلس طلب منه التنحي علشان فرصه الساعه اللي من خلالها هرب جون ومحدش قدر يقتله، وقرر انه يرفض قرار التنحي وهيدخل في حرب مع اعضاء المجلس. وطلب من جون انه يساعده عشان يتحرر منهم وما يفضلش طول حياته خادم للمجلس. ووقتها بتوصل حكم المجلس وبتسالهم عن القرارات اللي اخدوها، لكن بيرفض وينستون التنحي وبيرفض جون يقتله. وبتقرر حكم المجلس تتصل بالاداره وسحبت كل الصلاحيات من الفندق والقتال على ارض الفندق بدون قوانين. وبعدها بيطلب جون وينستون يرفع الحظر عنه ويستعد للمواجهه. وبالفعل بيروح معاه مسؤول التوظيف لغرفه الاسلحه وبيعرف من مساعد وينستون ان المجلس زود القطع بالاسلحه والدروع المضاده علشان يقدروا يخلصوا عليهم، وبيتم اغلاق الفندق. وبتروح الحكم للقاتل الصيني طلبت منه يستعد عشان ينضم لقوات المجلس ويقتل جون. وبنرجع لجون ومساعد وينستون وهم بيستعينوا باحدث الاسلحه لصد الهجوم. وبالفعل بدات قوات المجلس تستعين بقنابل الدخان وتقتحم الفندق، وبيدخل معاهم جون ورجاله وينستون في مواجهه ناريه عنيفه، لكن بيلاحظ جون ان دروع قوات المجلس مش بتتاثر بالرصاص، وبيرجع تاني ومعاه مساعد وينستون لغرفه الاسلحه علشان يستخدم الاسلحه القويه في مواجهتهم. وبالفعل بيقدر جون يتخلص من قوات المجلس، لكن وقتها بيظهر القاتل الصيني وبيعرفوا انه مفيش حد هيقتله غيره، رغم انه معجب بيه وخوفا من قرارات المجلس ما كانش هيقتله. وبيقول له القاتل الصيني انه هيواجه الاول طلاب المتعلمين فنون قتاليه منه، وعلى الرغم من اصابات جون لكنه بيدخل معاهم في مواجهه قتاليه شرسه، وبعد ما بينتصر عليهم بيرفض انه يقتلهم. وبعدها بيروح يكمل مواجهه معاه عنيفه، وبيعترف القاتل الصيني ان جون افضل منه في اساليب القتال. وقتها بيضربه جون بالسيف وبيقتله. وبتقرر حكم المجلس تتصل بوينستون وتطرح عليه فكره التفاوض، وبيوافق وينستون وبيروح يتقابل معاها. وبيروح جون يحضر معاهم اجتماع التفاوض، وبيطلب وينستون من الحكم يحتفظ بسلطته على الرغم انه تجاوز حدوده وخالف قرارات المجلس، لكن بيعلن انضمام ولاءه ليهم. وبيكون مستغرب جون من كلامه، وبيفهم الحكم ان القتال اللي حصل ما بينهم علشان وينستون يظهر قوته. وبتوافق الحكم على قرار رجوع صلاحيات الفندق من جديد، وبيضرب وينستون نار على جون وبيقع من اعلى مبنى الفندق. وبعدها بترجع الحكم لوينستون وتقول له ان جثه جون مش موجوده، وطلبت منه يكون حريص ان جون هيرجع تاني وهينتقم من اعضاء المجلس بالكامل. وبنروح لرئيس جماعه البوري وبيكون لسه عايش، وبنعرف ان واحد من رجالته هو اللي انقذ جون، وبيقول ان وينستون رجع يحتفظ بكل صلاحياته للفندق مقابل انه يقتله. وبيكون بوري عنده غضب شديد من اداره المجلس وانقذ جون عشان يساعده. وبكده يكون خلص فيلمنا النهارده، وما تنساش تزورنا في القناه هتلاقي ملخصات تعجبك، وما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس، ولو في فيلم عاوزنا نلخصه اكتبه تحت في التعليقات. والسلام عليكم.